برنامج المرشحين للرئاسة؟ يقوم برنامجي على فكرة أساسية، وهي أن النظام السابق كان يعمل ضد المصلحة المصرية. وهل سيكون الرئيس المقبل نتاج العلاقة بين الجيش والإسلاميين؟ في كثير من الحديث عن هذا التوافق، وده في اعتقادي أمر وارد جدا سياسيا، لكن هيبقى السؤال على من سيتوافقون. وكيف ينظر المرشحون إلى معاهدة كامب ديفيد؟ كان معاهدة كامب ديفيد اللي هي وقعت في سبتمبر 78 دي ماتت خلاص. مصر الطريق إلى الرئاسة. حينما امتلأت ميادين مصر بشبابها قامت الثورة وسقط مبارك. كيف تزاحمت بعض الحركات السياسية لركب الموجة وفرض وصايتها على شباب الثورة؟ كيف تسللت رموز النظام السابق مرة أخرى إلى الواجهة وتحت أي مسوغ دستوري؟ كيف تمكن المجلس العسكري أن يبقى على سدة الحكم طيلة الفترة الماضية؟ وكيف حافظ على استمرار علاقته بالكيان الصهيوني على مستوى التبادل السياسي والاقتصادي وسط محيط جماهيري رافض لهذه العلاقة؟ ما هو دور المساعدات الأمريكية في إبقاء الوضع على ما هو عليه؟ ما هو دور الحركات الإسلامية في توجيه الرأي العام ضد المخطط الصهيوني الأمريكي في مصر؟ كيف يؤثر ترامي النفوذ السياسي الخليجي على عودة مصر إلى دورها الإقليمي الفاعل؟ ما هو مصير ثورة 25 من يناير، وهل حققت أهدافها بعد عام على اندلاعها؟ هل ستشهد الأيام المقبلة قبيل الانتخابات وسط احتقان سياسي وفوضى خانقة معارك انتخابية خارجة عن المألوف؟ عن هذه القضايا وملابسات ما ستتمخض عنه الاستعدادات لإجراء الانتخابات المصرية المقبلة وما ستسفر عنه من نتائج، مصر من الرئيس؟ ضمن تغطيات مستمرة خاصة من قناة الاتجاه. وما التزامهم بمبادئهم سيكون فاصلا في استمالة آراء الناخبين. إلى ذلك دعا المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل أنصاره إلى الاحتجاج على قرار استبعاده الجمعة الماضية. استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها، وقضى التعديل القانوني بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة. على من سيتوافقون؟ وكيف ينظر المرشحون إلى معاهدة كامب ديفيد؟ كان معاهدة كامب ديفيد اللي